نروح لكابتن حسام حسن والمؤتمر الصحفي ما بعد هذه المواجهه ونرجع نكمل مع حضراتكم. بعد كده اتفضل. اهلا بيك. الحمد لله طبعا، الشكر لله على الصعود، وصعود بشرف بدون هزيمه، ويمكن الصعود كاننا كنا ممكن الاول بفرق الهدف واحد مع منتخبات كبيره جدا زي بلجيكا وزي نيوزيلندا وزي ايران. وانا قلت المجموعه بتاعتنا مش سهله، كان في ناس كتير عاملين لك سهله، لكن انا بقول مجرد الصعود للدور الثاني فدي حاجه تشرفنا وتفرح جماهيرنا، اللي بقول لهم سواء الجماهير المصريه والعربيه والافريقيه ان احنا يعني الحمد لله اللعيبه بتاعتي بشكرهم جدا ان هم كانوا عايزين يفرحوا الناس كلها، خاصه في المصريين في كل حته في العالم، في مصر وفي اللي مأزرنا في كل حته في الاستادات اللي موجوده هنا. ولكن مجرد ان انت تبقى توصل يعتبر بفرق الهدف، كنا تاني مجموعه، فاعتقد ان دي حاجه الحمد لله مصر تستاهلها ولاعيبتي يستاهلوا ان هم مجهودهم الكبير اللي عملوه في 3 ماتشات. لكن انا ما كنتش بفكر حتى في المؤتمر الصحفي اللي فات بالنسبه ان انا عايز العب مين، انا ما كنتش بفكر ان انا العب مين خالص. وقلت لكم هنا قبل كده ان اخر مؤتمر كان امبارح تقريبا، قلت ان انا مستعد لاي حد ولو كانت اي فرقه مع احترامي كلهم، مش هقول اسامي، بس اي منتخب في العالم انا كنت جاهز، لان احنا خلاص تمرسنا على التطور اللي حصل للفريق في السنتين دولت اللي فاتوا، ان المنتخب نحترم ان الخصم المنافس لكن لا نهاب احد، ولازم نلعب بما يليق بالكره المصريه والشعب المصري ان يكون عنده منتخب قوي. فالحمد لله، وايا كان النتيجه حتى بعد كده احنا مش هنخاف من حد ومش قلقانين من حد، وهنلعب كورتنا المحترمه اللي انتم شفتوها. والنهارده لولا الاصابات اللي حصلت في الملعب، وخاصه الاصابه الاخيره بتاعت فتوح، احنا لعبنا ناقصين حوالي في اخر الشوط الثاني مع الوقت الضايع حوالي تلت ساعه و25 دقيقه تقريبا لعبنا ناقصين. فاعتقد ان دي حاجه اللعيبه بشكرهم عليها، لكن قبل الاصابه كنا قريبين جدا ان احنا في الفرص بتاعتنا، وكل اللعيبه ادت اللي عليها. وان شاء الله اللي جاي مع اي منتخب كل الاحترام ليهم، لكن لينا حقنا ان احنا نصل للادوار اللي بعد كده ان شاء الله. كابتن حسام، هاني عبد الصبور، القاهره 24. من الدقيقه 60 تقريبا او من لحظه خروج محمد صلاح وضح لينا في الملعب ان حضرتك ممكن تكون بتلعب على التعادل بشكل افضل، ان احنا نلعب كمركز تاني، فبنروح نلعب استراليا. وكان عندنا يعني ما كانش عندنا نفس النجعه الهجوميه اللي ظهرت في مباراه نيوزيلندا والمباراه الاولى امام بلجيكا. فتفصل لنا بايه الاداء الهجومي اللي ما كانش زي الماتشين اللي فاتوا، كان جيد لكن لم يكن نفس مستوى المباراتين السابقتين. اعتقد ان انت ما خدتش بالك ان احنا مع صلاح وبعد تغيير صلاح ما اتصاب احنا كنا افضل لحد ما الاصابه اللي جت، حتى بما فيها احنا ناقصين واحد من فتوح. اعتقد ان نظريتك مش في محلها، وطبعا كل الاحترام ليك، لكن في نفس الوقت احنا كنا متسيدين المباراه لاخر لحد اصابه فتوح. ف يعني بوجود صلاح وبعد اصابه صلاح احنا كنا الاقرب للفوز، والحمد لله لعبنا عملنا كل حاجه في الكوره، ولكن الحمد لله احنا بالعكس اي فرقه تانية كانت ضمنت الصعود بنسبه كبيره بايا كان اول تاني تالت. احنا كنا لعبنا بقى زون ولعبنا دفاع، لكن احنا كنا بنهاجم لاخر لحظه بما فيهم حتى بعد اصابه فتوح كمان، احنا كنا بنحاول، ولكن الكورتين الوقت 5-6 دقائق خلاص عندنا نقص. وبعدين المنتخب الايراني كل الاحترام ليه، لكن غالبيه الشغل بتاعهم واللعب بتاعهم كور طويله واشتراك بالهيدرز والكره الثانيه، يعني كره يعني فيها يعني قويه وفيها يعني مش اقول ايه يعني فيها عنف شويه من الناحيه الكرويه، لكن هو منتخب محترم وهارد لك ليهم. لكن احنا لحد اخر لحظه بنهاجم، ولحد اخر لحظه عايزين نكسب المباراه، وما فكرتش اقابل مين. لو قابلت البرازيل تاني ولا الارجنتين ولا المانيا ولا بلجيكا تاني ولا اي حد هنقابلهم وهنشتغل عليهم.
والمنتخبات اللي وصلت تاني اللي وصلت كاس عالم منتخبات جديره بالوصول كاس عالم، منتخبات قويه. والمنتخب اللي هيلعب في الدور الثاني خلاص ده بقى وصل للدور الثاني، يعني هيلاعب منتخبات قويه. وعايز اقول حاجه، المنتخب كوت ديفوار ومنتخب كوت ديفوار وجنوب افريقيا وكاب فيردي اللي انتوا كنتوا بتتكلموا، كان في ناس في مصر تقول لك احنا كسبناهم من شهرين، كسبنا الفرقه دي المنتخبات الكبيره دي من شهرين، والمنتخبات دي صعدت للدور الثاني. وكاب فيردي اللي احنا قبل ما نمسك كانت هتطلعنا في كاس الامم اللي كانت موجوده قبل كده في قبل ما الجهاز يمسك، لعبوا بالصف الثاني وما كسبناهمش. لكن كل الماتشات اللي احنا لعبناهم في الماتشات الرسميه والوديه، حتى اخر مباراه لعبناهم في الامارات احنا كسبناهم. فاعتقد ان المنتخبات دي اللي صعدت مصر كسبتها في الفتره دي. انا بذكركم بس بفكركم يعني الحمد لله ان كنا ماشيين كويس، وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. احمد عويس تويست سبورتس. كابتن حسام بنهنيك على التأهل المنتخب المصري لأول مرة في كأس العالم بدون هزيمة، 3 مباريات بدون هزيمة الحمد لله. فبنحييك وبنبارك لك على التأهل. عايزك تطمنا على الإصابات الكتير اللي حصلت للمنتخب المصري النهارده، احمد فتوح، محمد صلاح، محمد عبد المنعم وغيرهم. هل ده كان نتيجة إرهاق بدني بسبب التنقلات الكتيرة، ولا بسبب العنف المبالغ فيه من المنتخب الإيراني؟ منتخب مصر هيواجه المنتخب الأسترالي، ومنتخب قوي وسريع وحقق نتائج رائعة في البطولة حتى الآن. هل المنتخب المصري جاهز؟ وتقول إيه على إن أنت هتروح تلعب في مدينة رابعة تقريبا، لانك قاعد في سبوكن ورحت لعبت في فانكوفر، جيت لعبت هنا في سياتل ورحت تلعب في دالاس؟ هل ده ممكن يأثر شوية على أداء المنتخب المصري في المباراة القادمة، ولا هل المدة الكبيرة ما بين المباراة النهاردة والمباراة الأربعاء القادم اللي هتتلعب في جو حر جدا في دالاس الساعة 1 الظهر بتوقيت دالاس هتبقى صعبة على المنتخب المصري؟ يعني اهلا بيك طبعا، لكن احنا جاهزين لكل حاجه، وجاهزين عارفين الكره فيها كل شيء، اصابات ايقافات. طبعا الاصابات او مع الانذار الثاني لمهند اللي اتمنى ان هو يتشال، لان كانت الكره اعتقد انذار يعني. وبعدين لو الدور الثاني بنوصل للانذارات بتتشال، طبعا بيتشال الانذار الواحد، لكن هو ده كان الانذار الثاني. ايا كان الوضع لو مش موجود نتمنى ان هو موجود. اصابات صلاح وفتوح ومنعم وما قبلهم طبعا حمدي فتحي وحسام عبد المجيد، البروتوكول بتاع الفيفا ان هو كان مخبوط في وشه، فكان ما ينفعش يلعب النهارده. فاتمنى ان حمدي فتحي يرجع في اللي جاي وحسام يكون موجود. لكن اصابات مؤثره جدا، والايقاف لو حصل مع مهند اعتقد ان هيبقى مؤثر جدا. لكن عايز اقول ان المصريين والشعب المصري والناس كلها وحضراتكم، انا ما ينفعش ادرب منتخب مصر لو المنتخب لو وقف على غيابات. يبقى انا معايا لعيبه 26 كلهم جاهزين وبثق فيهم، وهلعب بكل اللي موجودين، واتمنى الاصابات ترجع. لكن في نفس الوقت ما عنديش مشكله، ومش هحط ايدي على خدي واقول لان عندي رجاله وعندي لعيبه بثق فيهم، وكلهم حافظين شغلنا وكلهم بيتطوروا. وكنت اتمنى ان حد يسال سؤال، كل ما نلعب زيكو لما لعب وفق في الماتشات الوديه والرسميه، ثم النهارده مع صابر لما لعب النهارده، هل جه؟ طب هو يعني الحاجات الايجابيات، بص الايجابيات. فالحمد لله يمكن اختياراتنا بتبقى كويسه ان شاء الله، وكل اللعيبه تبقى عند حسن الظن ان شاء الله. محمد مهدي، القاهره الاخباريه. يعني هنا يا كابتن انا اقول كلام ايجابي. اولا يعني بنشكرك انت وكابتن ابراهيم وباقي الجهاز الفني واللاعبين على التاهل التاريخي لمنتخب مصر دول 32 عشان الناس ما تنساش ده. يعني الجزء المهم بعد الهدف بتاع ايران الملغي، شفنا كابتن حسام من المدرجات اول واحد بيعترض وبيقول انه في يعني فاول على لاعب ايران. الحاجه الثانيه بعد ما الجون اتلغى حضرتك سجدت في الارض، فعايزين يعني نوصف للناس شعورك قبل الغاء الجون وبعد الغاء الجون. يعني انا كنت في اعتقادي ان انا شفت ان الكره فيها اوفسايد، وفيها كمان اشتراك مع مصطفى.
فكنت متاكد يعني مع جهازي من بره، واحنا شفنا الكوره ان فيها اوفسايد وفيها فاول. اولا سجدت ربنا لاني يعني الحمد لله انا مش بحبش اخسر، وفي نفس الوقت عايزين نعمل الحاجه اللي تشرف الكره المصريه، ان احنا تاهلنا بدون هزيمه. وعايز اقول ان احنا من المنتخبات القليله اللي ضمنت الصعود بعد اول ماتشين، يعني ما ننساش دي. يعني قبل المباراه دي احنا صعدنا، ايا كان بقى تاني تالت بس صعدنا، واحنا كنا على راس المجموعه قبل المباراه لما كانوا بيجيبوا الجدول كده، احنا اول مجموعه. فعشان كده انا ما يعني بحمد ربنا على كل شيء. وكنت الهدف لما اتلغى طبعا انا سعيد ان انا مش طبعا ما اتغلبش، مش عايز اتغلب، مش عايز الكره تتحسب طبعا، والحمد لله ما اتحسبتش. لكن هو ده بالنسبه للسؤال حضرتك، صح كده؟ كان في حاجه تانية؟ طبعا حمدت ربنا وشكرت ربنا طبعا، ولان زي ما قلت لحضرتك ما ينفعش ان يعني نفس الناس منتخب مصر ما يخسرش، فعشان كده حمدت ربنا ان ربنا رجعها ان الكره اتلغت يعني. كابتن جابيو ماركاتي ESPN. جابيو ماركاتي من ESPN، هل ربما توضح لنا ما إصابة محمد صلاح، لأنه يبدو أنه كان يستخدم كيس ثلج على ساقه؟ هيعمل تقرير على حتى الإصابات بتاعت صلاح وفتوح ومنعم، وفي نفس الوقت هيدينا التقرير لما نرجع للفندق ويحصل يعمل كشف تاني. ولكن كلمت مع صلاح، فهي الإصابة ان شاء الله مش كبيره وان شاء الله ما تتعطلش، يعني عندنا وقت ان شاء الله مع الجهاز الطبي ان هو يرجع ان شاء الله. وبنسبه كبيره لما اتكلمت مع صلاح اطمنت ان هي الاصابه ان شاء الله مش هتطول يعني. اول مؤتمر صحفي ليك هنا سالناك، قلنا لك يعني ورسالتك ايه لشعب مصر؟ قلت لنا هنعمل حاجه باذن الله ان شاء الله تبقوا فخورين بيها، واحنا فخورين طبعا بالاداء اللي ظهر فيه، وشكرا ليك وشكرا لكل فريق عملك. دلوقتي يعني بعد تخطي دور المجموعات، طموح كابتن حسام حسن ورسالته ايه للشعب والعهد الجديد مع الشعبيه؟ يعني كما تعود الشعب المصري والجماهير ان احنا هناخد بالاسباب، الكلمه اللي انا بقولها هناخد بالاسباب بفضل الله. وعندي لعيبه بقول لهم اللعيبه المصريين لعيبه رجاله، وبشكرهم على تعبهم، ويطمنوا جمهورهم ان احنا وصلنا للدور الثاني، كلنا جاهزين وكلنا عايزين نفرحهم، وعهدي معاهم ان انا عمرنا ما هنقصر لحد اخر لحظه. التوفيق بتاع ربنا في المكسب او الخساره ده قدر ربنا، لكن مش هنقصر يعني. What's the question? منصة يوليو. طبعا في البداية بنبارك ليك ونبارك لأنفسنا الصعود كأول مدرب مصري بيقود المنتخب لأول فوز في المونديال، أول مدرب مصري بيقود المنتخب بالتأهل لأدوار إقصائية. أول ما التشكيل اتعرف يعني الناس كلها 4 تغييرات أو 3 تغييرات، وإنه بيلعب محمود صابر، محمود بيسجل. قبليه كان نفس الانتقاد برضو في موضوع زيكو. في انتاج لاعبين بيتم وفرز لعيبه كده للمنتخب المصري، ما بتبقاش قلقان من المجازفات دي؟ الحمد لله طبعا انا مش قلقان، لان اخترت يعني بعتقد عندي قناعه في اختياراتي، وزي ما قلت اللعيبه ما في لعيب جه حد يشاور لي عليه، لا بفضل الله انا ثم وجهازي بتابع اللعيبه وبما يرضي الله بدون حسابات، ولا هو في نادي ايه، ولا هو بيلعب فين، ولا هو كذا، ولا عنده سنه كام. كل الكلام انا بختار اللي انا شايف من وجهه نظري اللي يناسبني، اللي يناسب شغلي معاه، زي اي جهاز، زي مدير فني بيختار اللعيبه اللي هو بيقتنع بيها. ففي لعيبه كانت ممكن تفضل طول عمرها لحد ما تبطل مش هتلعب منتخب، لان ممكن وجهات نظر قبل كده ما حدش شافهم،
لكن انا متابع الناس دي كلها من فتره كبيره، ودي الحاجه الكويسه ان انت لما يكون في ايدك في المطبخ زي ما بيقولوا في الكره المصريه وفي الدوري المصري، بتعرف الامكانيات بتاع اللعيبه اللي عندك واللعيبه اللي انت ممكن تصلح تبقى دوليه حتى لو ما كانش لعبوا قبل كده دولي، لكن اللي فيهم ريحه ان هم ممكن يناسبوا الكره الدوليه ومنتخب مصر. فانا ما كنتش قلقان، ولما غيرت لو غيرت نص الفرقه ما كنتش هقلق، وقد يكون ممكن المباراه الثانيه نغير نص الفرقه يعني، لان في اصابات وفي ايقافات، فما عنديش مشاكل خالص. والنهارده لما انا كنت يعني لما نزل صابر النهارده كنت رغم ان المباراه لسه مش عارفين الصعود فين ورايحين فين، لكن انا كنت واثق بفضل الله في اختياراتي وصابر وزيكو قبل كده وكلهم والمجموعه اللي وقبله في التصفيات كلها. وحتى حمزه والراجل يعني حمزه من الناس اللي خدت ماتشات كتير ونزل وشارك كتير، فانا عندي ثقه كبيره جدا فيهم. ولو لعيب اي لعيب موجود، القديم الكبير او الصغير او النجوم او اللي لسه صاعدين، كلهم جاهزين وكلهم على قدر كبير من المسؤوليه، فانا واثق فيهم في الاختيارات وواثق في الاداء بتاعهم، وصابر ان شاء الله يكون اضافه كمان للمستقبل. ده اللي انا كنت بقوله من قبل لما مسكت المنتخب، لازم 2025 ثم 2026 ثم فيما بعد، حتى لو انا ايا كان ده المستقبل للكره المصريه. This concludes today's post-match press conference. Thank you. شكرا جزيلا. نصل بهذا إلى ختام المؤتمر. شكرا.